السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا أتمنى إن أنا اللي أنا بعمله دوت أتجازى عليه خير. أنا بديكم معلومات وتنبيهات، يعني والله العظيم، والله أنا بديكم كنز أقسم بالله. بس أنا للأسف مش لاقي التقدير، يعني عمال أنصح وأقول وأنبه وأعمل تمام، لكن مش شايف تقدير من الناس. المفروض اصلا يبقى في متابعات يا جماعه. يعني معلش اقول لكم حاجه، هو انت يعني اللي انا بعمله ده خير، انت لو عرفت غيرك برضه هتعمل معاه الخير. لان في كل فيديوهاتي بتكلم عن كل حاجه، من اول ما بتروح عند المجالس واللي بيستقبلك اعمل لك ملف، اعمل لك مش عارف ايه، ادخلك بدري، تدفع ايه، تسوي ايه، ال 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 ايه النظام الافضل. لكن انتوا مش عارف الناس، مش عارف والله. المهم احنا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم قوي 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 قوي. ليه السقوط بقى كتير ومين السبب فيه؟ تمام. اولا السقوط بقى كتير بسبب المعاقين نفسهم. بس ايه المعاقين بقى؟ المعاقين يشتغلوا سماسرة. تمام. يوم بسم الله ما شاء الله عامل له كده صفحة، وانا عندي جوابات، الجواب ب 80 و90 ومليون و2 مليون واللي مش عارف وايه. طيب ما هو كده اصلا كده الحكومه هرشت حاجه مهمه قوي. يعني ليه؟ الحكومه اصلا عامله موضوع العربيات دوت عشان الناس تتقي الله في نفسها، والحكومه نفسها تتقي الله في المعاق. تمام. فانت النهارده الحكومه بتديك هديه. انت يعني اما يعني انتوا ازاي مش عارفين يعني ايه معنى كلمه عربيه جايه من بره؟ عربيه جايه من بره يعني تقفيل نظيف، يعني حاجه خامات نظيفه. تمام. نقوم احنا بقى اللي يجي له جواب يقعد يعمل لنا احنا بنبيع والجواب بكذا والجواب مش بكذا. طب ما انتوا كده بتخسروا تعاطف الناس معاكم فعلا، وده اللي حصل. واول ناس اللي خسرت معاهم التعاطف هو انا. ها ليه بقى؟ هقول لكم. انا ترك قبل كده بقالي 25 سنه في المجال ده. تمام. والله 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 عايز اقول لكم هي تقريبا نسبه 30% من اللي انا اتعاملت معاهم، يعني ناس عارفه حقي وحقك فين. ماشي. ناس بتقدر. الباقي دول عارفين حقي وحقك فين، بس مفيش التقدير اللي هو. تمام. لما اجي مثلا انا اكون عند مكتبي ولو واحد خد كارت يقول لي وانا خارج وانا مش عارف ايه وانا ايه، طب وانا كده انا اساعده؟ والله والله بالله لو طلع لهم انا اقول ايه يعني؟ اقتله؟ فعايز اقول لكم انا حبه حبه يعني بامانه، يعني الواحد قلبه بيقفل، لان انتوا اصلا اسلوبكم مش حلو، بجد فعلا مش حلو. والكلام ده بينطبق على مين عشان تبقوا فاهمين؟ على الاعاقه الحركيه القديمه فقط لا غير. بامانه بامانه المجال دوت ما هتسنش شويه الا لما دخلت الاعاقات التانيه المختلفه بجد. تمام. فانت النهارده ربنا كرمك بجواب، ما اروحش اعمل اعلان انا معايا جواب انا مش عارف ايه، واحد يقول لك بكذا يقول لا ده انا عايز كذا. والناس بقى في نقطه بقى تانيه بقى، يعني دلوقتي مثلا في واحد يقول لي يا عم احمد سعيد لوجه الله، لا انا مش هساعدك لوجه الله، لان انت اصلا ما بتعاملش ربنا مع نفسك برضه. انت النهارده يعني الجواب ده بتاعك انت حر فيه، بس انت بقى ما تقولش اطلب مش عارف ووعد اعمل اعلان والحاجات دي كلها. وبعدين في نقطه، ما انت النهارده لما اقول لك جوابك ما بعتوش مثلا بسرعه هتقول لي انا حر فيه. طب اشمعنى انا بقى كمان؟ ما انا كمان حر برضه، اعاملك او ما اعاملكش انا حر. صح ولا غلط؟ لا بجد والله العظيم ركزوا شويه كده، عايزين نركز شويه كده. وبعدين برضو الكلام ده موجه لادمن الصفحات، بعد اذنكم اي حد ينشر عن جواب ده بلاش بلاش والله العظيم. او عايزين تتعاملوا مع بعض في الموضوع ده اتعاملوا على الخاص، اذا بوليتم فاستتروا. لكن كده الكلام كله على الملأ، الجواب بكذا، لا اديك كذا، لا كذا مش عاجبني انا عايز كذا.
خلاص، ما يا ترى بقى التجاره، الحكومه الاخرى عايزه تكسب، ها قامت عامله ايه الحكومه؟ لا مؤاخذه الحجز اللي كان مش عارف ب 500 جنيه ولا بكام، عليته. اجراءات الجمارك اللي كان كذا عليته. ما خلاص بقى، مش انت عرفتها، انت راجل صاحب مشاريع، هي راجل تخش معاك. ليه؟ ليه؟ اتقوا ربنا في نفسكم يا جماعه، الله يكرمكم. ماشي؟ مش هقول اكتر من كده، مش هقول اكتر من كده، لان بجد بجد انا اللي انا شايفه كده المجال دوت بيقفل سيكا سيكا. خلاص هو كده بيبقى. ليه لا؟ خلاص بقى، ما الحكومه بتقول لك احنا متعاطفين معاهم، ريحوهم ادوهم عربيات. قامت الحكومه مريحاكوا، مداكوا جوابات عشان تجيبوا عربيات، قمتوا انتوا بسم الله ما شاء الله طلعتوا فراوده. طب احنا بقى هنجيب هنبيع الجوابات بتاعت العربيات. ليه؟ ليه؟ بأمر الله بقى نشوف بقى الفيديو الجاي بقى هنتكلم عن ايه برضو، وهو برضو نوع من التنبيهات التاني. وبرضو لو سمحتوا انتبهوا، انتبهوا يا جماعه. انتوا دلوقتي كده الناس كده شافت ان المعاقين دول طماعين وهبلي برضو في نفس الوقت. اه والله طماعين، عايزين الحاجه، اولا عايزين الحاجه ببلاش، اللي يخدموا ببلاش، الحاجه بتاعتهم معاهم عايزين يبيعوها بالمولع، وعند المجالس بيستغلوكوا وانتوا مش فاهمين حاجه. ليه؟ ليه؟ انا بص، اللي انا كنت اقول الفيديو الجاي انا هقوله دلوقتي. اولا لما تيجي عند المجالس، انت كده كده اصلا ورقه الميعاد بتاعتك مكتوب فيها الورق المطلوب ايه، تصوره. ماشي؟ وبعدين لما تيجي تصور ما تصورش البطاقه على القد، لا يا بابا مش هيجوزك. اصور البطاقه كده في نص ورقه. ماشي؟ وهي تصور معاك كارت خدمات. هتيجي لك يقول لك لا لازم في ورقه واحده، لا الكلام ده مش صح. هم عايزين يعدوا ورق، تمام، عايزين يزودوا مبيعات. لا يا بابا، انت تصور البطاقه او كارت خدمات مع بعض، او البطاقه لوحدها او كارت خدمات لوحده، حلو الكلام، بس كل واحده صورتين. لكن ما تجيش بقى عند المجالس واحد يقول لك تعالى اعمل لك ملفك مش عارف ايه. طب يا سلام، ده هو اصلا بياخد منك الورق يخش يصوره وبيطلع لك، وانت داخل بتعدي على بتاع التصوير برضه. ايه الفتاكه دي؟ ايه الذكاء ده؟ الحاجه لا مؤاخذه ام 20 جنيه هيقول لك 50 جنيه. طب ليه يا عم؟ هو انت اكتع يا سيدي ولا دماغك رايحه؟ حافظوا على فلوس عيالكم، والله العظيم بجد الدنيا بقت صعب، بقت صعب. ماشي؟ الفيديو بقى الجاي هنتكلم عن ايه بقى؟ ردود افعال الناس على الفيسبوك الخاطئه. لان دلوقتي الناس بقت تعمل فخ لبعضها، والله انا لاحظتها كويس جدا. بقى اللي هكلمكم عليه في الفيديو اللي جاي. تمام؟ السلام عليكم.